معكم قناة هينس وورد. كنتمنى ان شاء الله هذه القناه تنال الاعجاب ديالكم. هذه القناه ان شاء الله غادي تحمل افكار فيما يخص الطبخ، الحلويات، اعمال يدويه الى غير ذلك. ان شاء الله نتمنى تدعموني وتعملوا الاشتراك والجرس باش يوصلكم كل جديد. اذا اليوم غادي نبارطاجي معكم واحد الطبق اللي هو غني عن التعريف وكيجي لذيذ ورائع في المذاق. غادي تقوم بالاعداد ديالو الاخت ديالي. نخليكم مع هاد مقادير الوصفه. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه هينس وورد. اليوم غادي نشارك معكم واحد الوصفه اللي هي الفايله. هي بطريقتي انا، يعني كل واحد والطريقه ديالو، يعني اذا ما كنخصوش بشي منطقه ولا يعني كل منطقه كل واحد والطريقه ديالو. نعم. كل واحد والطريقه ديالو. المهم هذه الطريقه ديالي المعتمده، المهم كتعجبني وكتجيني لذيذه. المهم دابا غنبداو غادي نسخنوا شويه الزيت. غنسخنوا الزيت وغادي نحط فوق منه الرز اللي ديجا غسلته. غادي وديجا حطيت وقت سيدنا موسى مع الزيت غير باش كتطلق ديك سميتو الزيت بليطو، راه ديجا مسخون، حيت خاص ديجا يكون سخون عاد تحطي فوق منه الرز وتحطي فوق منه ورقه سيدنا موسى باش كتقلى وكتطلق واحد لوغو. المهم دابا انا غادي نحط الرز وغادي نخليه يتحمر شويه بيد ما وجدت باقي المكونات. هاد الطريقه كتساعدنا باش كينضج الرز وكل حبه كتفرق على اختها، يعني ما كيجيناش معجن. كنخليه ينسجم مع ورقه سيدنا موسى. صراحه ما نساوش ان ورقه سيدنا موسى عندها منافع كثيره. اذا كنصحوا انه نستعملوها دائما تكون مرافقه للاطباق. دابا انا مالفه كندير حتى بشيبسه ونويوره، ولكن ما كيكونوش مطحونين، كيكونوا واقفين. ودابا ما كان عندي مطحونين، يعني غنستغنى عليهم. بيد ما تقلى شويه الرز ديالي وانتم كتشوفوا كيولي اللون ديالو ذهبي. دابا غادي نخوي شويه ديال الماء غير باش ما يلصقش ليا. هنا راه عندي هذا الطاجين راه كبير، يعني نتوما الا كان عندكم شي داك الاناء اللي غادي او القنيله او فاش ما كنتو غادي توجدوا فيها، حاولوا ما تكثروش الماء باش ما يتعجنش ليها، باش ماشي ابار ما يتعجنش، غير باش تزيدي تقلي فيه داك دابا انا علاش خويت الماء غير باش ما تلصقش ليا. دابا غنخليها واحد شويه غير بيد ما شحال تعد غير واحد 3 دقائق ولا 4 دقائق. ولا ديجا راه كتشوفوني راه وجدت الكروفيت ديجا سلقته، وهذا الماء ديالو هو اللي غادي نستعملو باش غادي نسلق به باش غنسلق به الرز. بعد ما شويه خليته على خاطر غير بيد ما خدات كل حبه الحجم ديالها. دابا غنضيف باقي المكونات. ديجا وجدت خيزو، حكيتو دوزتو في لاشواغ، هو البصله يعني خيزو ما طايبش كلشي يقدر يشوف. دابا هاد لي زانغريديون، يعني كل واحد وشنو عنده الطريقه ديالو. يعني عندك القرعه، عندك قرعه كورجات ديريها، عندك غير قرعه كورجات وخيزو ديري، عندك فلفله وخيزو ديريها. المهم كل واحد ولي شوا ديالو. يعني انا كتبقى هاد لا غوسيت وكيبقى هاد البلا على حسب كيف ما كنقولوا، على حسب كل واحد وشنو بغى. يعني ماشي بالضروره ان تكون وصفه وحده غادي يعتمدها العالم كامل. يعني الا مشيتي غير لموطنها الاصلي غتلقاهم ما كيديروش فيها اصلا هاد الطريقه، ولكن انا هاد الطريقه كتجيني زوينه وكتجيني بنينه، وكل واحد كيزيد ليها اللمسه ديالو الخاصه. المهم بلا ما نطول عليكم، وما نساوش ان قلتي لهم قبيله بان الماء اللي يعني الماء اللي فيه الكروفيت هو اللي غادي تضيفيه هو اللي غادي نبقى نزيدو، حيت ما غاديش تخليها تنشف بزاف. غادي نقصي عليها شويه البوطه حيت ما خاصهاش تلصق، خاصها تطيب على خاطرها تكون على نار مهيله. المهم دابا غنضيف باقي المكونات.
كاين اللي كيضيفهم في الاول وكيخليهم يتشحروا عاد كيضيف الروز، ولكن انا هاد الطريقه كيف ما قلت لكم راه كل واحد والطريقه ديالو، كل واحد يعتمد الطريقه اللي مناسبه كل ليه. واحد يعتمد. المهم ليسونسيال هما سميتو التوابل يكونوا هما اللي كيبننوا، اما الطريقه راه وحده. دابا غادي نحرك باش نسجم كلشي، وغادي نحاول نضيف القدر الكافي اللي غادي يقدني باش انها طيب. وديجا راني كنقي في الكروفيت، غادي نقي شويه وشويه الاخر غنخليه الفوق تزيين. والواحد المعلومه انني راه ما ضفتش لي فروي دماغ كاملين، يعني حاليا عندي غير الكروفيت هو اللي حاولت نستعملو. يعني الانسان يستعمل يعني اللي عنده، ولكن هي صراحه كتجي راه كاينه ديال حتى ديال الدجاج. انا ماشي اوبليجي ديري ديال الحوت وديال الفروي دماغ، راه الا كان عندك غير الزر ديال الدجاج هو اللي كتستعمليه. انا عندي غير الكروفيت، استعملت الكروفيت، ولا كنتي غديريها بالفروي دماغ الكالامار، وكديري الا كان عندك سيبيا الكالامار كروفيت بوزروك كيجي فيها زوين. بوزروك المذاق ديالو رائع، كيضيف حتى هو واحد اللمسه. دابا غنزيد هذا التوابل، عندي الخرقوم، زيت البزار، البواغ، وزيت البابريكا، وزدت حتى شويه السودانيه. وعندنا الخرقوم، عندنا نعاودوا المقادير خوله. عندي الخرقوم، عندي البابريكا، وعندي البواغ اللي هو سميتو البزار. يقدروا يعتمدوا البيض ولا الاسود؟ البيض هو احسن، هو نورمالمون كيقول لك البيض احسن. وشي البيض راه حتى في لوغو كاين فرق، البيض مجهد على هذا الكحل. غادي نزيد هاد المطيشه اللي ديجا طحنتها بالماء تاع الكروفيت، يعني كلشي ما خرجناش من لوغو ديال الكروفيت، يعني ما نضيعوا حتى شي حاجه. الماء ديال الكروفيت ما غاديش يترمى. وعندي حتى الثومه، حيت الثومه ما كنحكهاش، كتعجبني نحطها هكا غير نقطعها ونحطها حيت كتعطي واحد لوغو خطير. وكنت بغيت ندير صوص ديال الصوجا، ولكن للاسف ما كنتوفرش عليه دابا. حتى هو كيعطي واحد لوغو زوين كيترافق مع ورقه سيدنا موسى. اذا الا كان عندكم صوص ديال الصوجا، ولكن كنت قلتي لي قبيله واحد نوع خاص كاين ديال المشروم. كاينين انواع، ولكن انا كنفضل ديال المشروم ديال شامبينيون. المهم ودابا غنحط الكروفيت، غادي نقيت غير شويه، المهم كميه حتى البنه وصافي. دابا غنحركها وغادي نضيف الماء اللي طبعا ديال الكروفيت. المهم كما قلت لكم يعني هذه طريقتي الخاصه، يعني كل واحد والطريقه ديالو الخاصه، كل واحد الطريقه المعتمده والخاصه، يعني ماشي بالضروره اننا نوحدوا الطريقه. المهم هاد الطريقه انا المعتمده عندي وكتجي زوينه. كما قلت لكم غادي نزيد دابا غادي نضيفوا المرق اللي يتسلق فيه الكروفيت. وبقاو تذوقوا، الا كانت كتحتاج الملحه يعني ذوقوا، يعني كاين الناس اللي لا على حسب الذوق، كتبقى الملحه او السكر. دابا بزاف الناس اللي مابقاوش كيديروا الملحه بزاف. رجعت لكم بعد ما زينت الطبق ديالي، زينته بالكروفيت اللي بقى ليا. على قبل الوليدات الصغار كيعجبهم ياكلوا هكاك. المهم وشي الاخر درتو في لافارس. كنتمنى انكم ينال اعجابكم هذا الفيديو، تبعوا المراحل وعندكم حريه الاختيار، يعني بغيتو تطبقوا لي زانغريديون كما هي او تزيدوا اضافات اخرى. كما قلت لكم تقدروا ديروا لاصوص الصوجا تاعتكم على الدريسينغ، وعشان ديروها تخلطوها مع التوابل اللي كنت ديجا درت، حتى هي كتعطي واحد لوغو خاص. كنتمنى ان شاء الله ان لا فيديو ينال اعجابكم، انكم تفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد، وتشتركوا في القناه وتكونوا متتبعين اوفياء ان شاء الله باش تستافدوا وكل ما يخصكم ان شاء الله، لا من افكار لا من اطباق وفرجه ممتعه. شكرا بزاف، وكنشكرك بزاف خوله على هذا الطبق الرائع، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد اخر. الى مع السلامه.